نحييكم مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في السلسلة التي نقدمها عن خفايا بابا عمرو. ويسرنا أن نرحب بداية بالباحث والإعلامي السوري الأستاذ رفيق لطف. أهلا ومرحبا بكم أستاذ رفيق. أهلا وسهلا فيك. طبعا نكمل سلسلة خفايا بابا عمرو معك، والتي نستمر بها على شاشة التلفزيون العربي السوري مساء كل اثنين وخميس. بداية عرضنا الحلقة السابقة مساء الاثنين الماضي. هل من ردود أفعال على ما عرض من خفايا؟ هلا بداية أول شيء طبعا بحب أحييك وأحيي كل الأخوة المشاهدين. أكيد طبعا الحلقة الماضية كان صداها كبير جدا، وكان وقعها ثقيل على البعض، يعني البعض كان مصدوم من المواد اللي عرضت وحاولوا بطريقة أو بأخرى أن يشوهوا، ولكن أنا بحب أقول لهم مشان لا يعزبوا حالهم. المادة التي عرضت، يعني البعض قال شو جهازي وشو جهازه. نعم. المادة التي عرضت يعني هو مصورها بنفسه علي عثمان. نعم. هذا مو تصويري أنا، ولا أنا حاصل عليها. نعم. فلما أنا عرضت على بعض المقاطع اللي بتخص بعض المناطق اللي صوروها واللي كانوا هن عم بيفجروها، واللي أنا حبيت أظهر للمشاهد كيف إنه هذه القنوات بسبب أفعالها وبسبب الصور اللي رادت تحصلها مع الأسف دمرت مدينة حمص. نعم. والآن عم يحاولوا يساووا نفس الشيء ببعض الأماكن الأخرى في محافظات أخرى، يعني عم يحاولوا ينهجوا نفس النهج من أجل الكسب المادي. يعني هدول الناس بتعرفي لما بيصور صورة بيقبض حقها. فلذلك هن كانوا يزرعوا متفجرات ويضعوها على أسطح المباني وفي بعض المناطق، ويستعملوا قناصات ويستعملوا RPG ويضربوا. وتحت القصف تلاقي واحد عم بيسجل عم بيصور ماسك لك كاميرا، وبتعرفي انت اذا واحد جنبه من القصف ما ممكن يقدر يصور. طبعا. على اقل التقادير بده يهرب، يبتعد لمكان بعيد ويصور من بعيد، لكن هذول كان القصف امامهم يعني والضرب امامهم. فلذلك يعني كانت صدمه كبيره لهم. والبعض بدا يقول لا هذا ليس من تصوير علي عثمان. انا بقول لهم ارجعوا الى تصوير الصحفيين الاجانب، راح تلاقوا نفس هذه الصور اللي انا عرضتها، راح تلاقوهم بتقاريرهم، منهم صوفيا وغيرها، صوروا نفس التصاوير وعرضوها على انها قصف من الجيش السوري. طب احنا ليه انت نضل بلا مؤاخذه الاعلام الخارجي يكذب على الشعب السوري وعلى الجيش السوري ويدعي بان الجيش هو الذي يقصف، وحقيقه الامر هو عكس ذلك تماما. نعم. انا قلتها سابقا، حكمه قياده هذه الدوله وحكمه السيد الرئيس بالتعاطي مع ما يجري في سوريا جعلت أن الجيش كان صابر إلى أبعد الحدود، وكان يتعامل مع الموقف بحكمة وروية ويعطي الفرصة الكبيرة للطرف الآخر، لدرجة أنه حتى المواطن بدأ يمل، بدأ ينادي يا أخي أنه بدنا تدخل، بدنا ردع لهؤلاء. ولكن هم كانوا يعلمون، يعني الحكومة السورية تعلم تماما أن هناك مؤامرة وهناك لعبة سياسية مخططة لهذه البلد. لذلك هم كانوا حريصين على المواطن، حتى وإن كان هذا المواطن يعمل ضد دولته كانوا حريصين عليه بحيث أنه يخرجوه من هذه المؤامرة في نهاية المطاف. هاي المشاهد اللي شفناها أنا بتمنى أن الأخوان بكل يعني إنصاف يتفرجوا كيف هؤلاء الإرهابيين، كيف هذا عمل إرهابي يعتبر، كيف دمروا مدينة حمص. ومن يعتقد ومن يشكك ومن يقول بأن الجيش فعل هذا، أنا أقول أنهم يكذبون. هم دمروها، هم أحرقوها، هم فعلوا هذا الفعل أملا أن يحصلوا على أبنية جديدة كما وعدوهم في ليبيا أنه دمروا ليبيا ونحن نبنيها لكم من جديد. نعم. هذا ما يتعلق بجهازي الذي هو قد صور منه. جهازك أستاذ رفيق لو كررنا المعلومات. ولكن بالنسبة لجهازي أنا في شغلات كثير بسجلها من خلال البث المباشر، وأنا قلت هناك دائما وسيط، يعني البث المباشر اللي هو التو واي، في جهاز وسيط بمر منه الصوت أو الصورة، وبتنطلق منها إلى القناة اللي بتستقبل سواء كانت أي قناة. أنا موجود عند الجهاز الوسيط وأستطيع أن أتابع ما يبث. وقناة الجزيرة تحديدا رصدت لها كثير من الأمور، حتى بعد ما عرضت كل هذه الحلقات بحب أقول لهم لا زال هناك أمور لا زلت أرصدها إلى يومنا هذا، وإن شاء الله قريبا راح أعرض لهم أمور
كيف كانت قناة الجزيرة، هي بعد آخر حلقة قدمتها عشان لا يقولوا بعد أنه هن صاروا شاطرين وفصلوا بعض الموظفين. نعم. والآن فصلوا 2 سوريين جداد، يعني أنا عندي تفاصيل دقيقة حول هذا الموضوع. وأنا بقول لهم راح تضطروا تفصلوا بعد غيرهم بعد ما تشوفوا المقطع اللي راح تطلعوه. فصلوا 2 سوريين بسبب بعد الحلقة التي عرضت؟ بعد الحلقات اللي عرضت سابقا فيما يخص قناة الجزيرة والبث المباشر. فصلوا 2 من حوالي أكثر من أسبوع، والآن سيفصلون غيرهم بعد. ليش؟ لأنه عم يرتكبوا أخطاء جسيمة. التسجيل اللي عندي هن كانوا عاملين لقاء مع ما يسمى بالجيش الحر. وهذه الجماعات بتعرفي بتيجي بتقعد أول شيء بتخطط شلون بدها تطلع على الهواء. لكن بهي المرة حتى أعطيهم علامة. أول شيء اللي كان الوسيط ما كان واحد من المتعارف عليهم، لا أبو اليمان ولا شلة لا كتيبة ولا غيرهم. هذه المرة كانت امرأة. وهاي الامرأة مع هذه المجموعة اللي هي كانت مجموعة من المرتزقة، جابوهم بالأموال وجمعوهم وقالوا تعالوا عدوا. فتحوا سبيكر مباشر مع قناة الجزيرة، وكانت امرأة، وكانت عم بتعلم كل واحد شو لازم يساوي بهالجمعة اللي بده يساووها. وكانوا الناس متململين وكان غايتهم بدهم مصاري. فهي ان شاء الله ما راح احكي عن تفصيلها، راح يجي يوم وراح ادخلها ضمن البرنامج وراح اعرض لك وراح اورجيك وورجي المشاهدين انه ما يقال او ما يسمى بانه يوجد في سوريا شيء اسمه الجيش الحر، هذا كذب لا اساس له من الصحة. هناك مجموعة مرتزقة تقبض اموال من اجل تلبس لها شوية لباس عسكري، تاخذ لها كم صورة، يلا هي كل واحد 500 ورقة 1000 ليرة، الله معك على بيتك انتهى الموضوع. وتمول بالسلاح طبعا. السلاح في مجموعة معينة هي اللي عندها السلاح، بياخذوهم بصفوهم بالصف الأول، بيحطوا مثلا الأربيجيات أول صف، ثاني صف اللي معهم روسيات، الباقي همج رعاع ينعقون وراء كل ناعق، ما لهم علاقة بشيء. جامعينهم من كل مكان، تعالوا أنتم على أساس جيش حر، ولكن هي مجموعة أفراد، أناس نعم أناس غالبيتهم أناس تكفيريين لهم أهداف طائفية داخل سوريا. وإن شاء الله أنا أقول لهم سوريا ليست كالعراق. الشعب العراقي مر بأزمة صعبة جدا تعرفي، ومر بمحن صعبة، لكن هم لا يعرفون أن هذه سوريا. يعني إذا كانوا هن معتقدين بأن هذه الجماعات التكفيرية ممكن أن يكون لها وضع في سوريا فهم مشتبهون. أنا بقول لهم إذا كنتوا حابين تجربوا ابعتوا مين ما بدكم، راح يندموا على اللحظة اللي دخلوا فيها سوريا ويجربوا. نعم. طيب كي لا نطيل على مشاهدينا، لمن يتشوق لمتابعة ما سنعرض اليوم من خفايا جديدة في بابا عمرو، طبعا قلنا في ختام حلقتنا السابقة كنا قد قدمنا لما سنتابعه في هذا اليوم. اليوم سيتحدث علي عثمان عن كيفية فبركة الصور وتزوير كل ما يجري بالتعاون بين أعضاء هذا المكتب الإعلامي والفرق الصحفية التي دخلت سوريا. بالضبط. نعم، سنتابع معا المادة الفيلمية ونعود بعدها للتعليق معك أستاذ رفيق. كيف بدي برهن للناس انه في قصف شغال على حي بابا عمر؟ فاكيد اذا شفت واحد مسلح بدي يوقف هون واعمل لك كان ضرب بالجو مشان يبين انه في اطلاق نار وجو، يعني بتعرف انت جو الحرب، يعني انه في حرب وفي قصف على الحي. طيب انا راح اعطيك مثال، مثلا مثل خالد ابو صلاح. نعم. بيوم اللي صار فيه الاجتماع بمجلس الامن واللي صار فيه الفيتو الصيني الروسي. نعم.
هلا نحن حنحكي عن هي الليلة وكيف كان يعني في مخطط داخل بابا عمر، لكن أنا بدي إياك تشوف هي الصورة أنا وياك وبعدين تشرح لي إياها أنت، لأنه يعني أنا كان لي رؤية بدي استفيد من رؤيتك. تفضل. واقف قدام الكاميرا شو ها؟ واقف قدام الكاميرا شو؟ شوف هذا الشخص لما أقول صاروا 200 شهيد. نلاحظ هون ما في أي شيء، لا في إطلاق نار ولا في شيء، وضع جيد، حاطين تسجيل الجماعة تبع التهليل. الو يا ابو اليمان بدون صوت يا شباب، بدون صوت الله يخليكم. لاحظ الجزيرة بدها تحميل، ما بتقبل بدون تحميل. يا اخي احكي صوت وصوره واحكي عن الشيء اللي عم يصير. ما عاد فيني يا ابو اليمان، القذائف يا ابو اليمان، القذائف عم تسقط بالشوارع. انا افكر ايه ايه يا ابو طيب ما عم تسمع صوت القصف يا ابو اليمان؟ ما عم تسمع صوت القصف يا ابو اليمان؟ ما عم تسمع صوت القصف؟ عم يضربوا بالهاون بالمدفعيه. يعني وقف تحت القذيفه لحتى موت قدام شاشه الجزيره مشان ترضى عني الجزيره. سامعك يا اخي سامعك. شفت عمر أحمد عزيز، شوف وين فات تاني، فات تاني.
ماذا يريد أن يتحدث الإنسان سيدتي الكريمة والخالدية تقف الآن على بحر من الدماء؟ عن ماذا يريد أن يتحدث الإنسان الآن وجثث الأطفال وجثث النساء وجثث الشيوخ داخل المنازل في حي الخالدية؟ يبدو أننا نسمع الجواب مباشرة. هل أنت في مكان آمن؟ سيد خالد أبو صلاح. سيدتي حتى الآن لم يهدأ القصف عن حي الخالدية. لقد سيدتي أسمع أصوات إطلاق رصاص لا أستطيع أن أسمعك جيدا. سيدتي الكريمة حتى الآن لم يهدأ القصف على أحياء حمص. سيدتي حتى الآن لم يهدأ القصف عن حي الخالدية. لقد سيدتي أسمع أصوات إطلاق رصاص لا أستطيع أن أسمعك جيدا. سيدتي الكريمة حتى الآن لم يهدأ القصف على أحياء حمص. سيدتي الكريمة حتى الآن لم يهدأ القصف على أحياء حمص. حتى الآن لا توجد حصيلة نهائية للشهداء. هناك مجزرة مرجعة في حي الخالدية. هناك مجزرة مرجعة في حي الخالدية. هذا الحي الذي قدم الآن أكثر من 200 شهيد. طبعا أنت شايف بنفسك، أنت مشرف بنفسك على كل شيء. شو اللي شفته وشو رأيك بهذا الشيء؟ هاي يومتها الحادثة كانت يومتها بالفعل مجزرة الخالدية اللي حكوا عنها انه في 200 قتيل بالخالدية. للأسف مثل ما قلت لك انه طلع العدد غير هيك 40. حتى ال40 كان من ايدهم، يعني انه كانوا عم يلعبوا جهزوا ألغام مشان الجيش السوري. تتذكر هي الليلة كانت ليلة شو؟ بظن ليلة الفيتو الروسي الصيني. كانت ليلة الاجتماع تبع مجلس الأمن لاتخاذ قرار بالشأن السوري. صح. وطبعا كان يوميتها فعلا الفيتو الروسي الصيني. نعم. برأيك ليش هذا اليوم تم هذا التصعيد وهي التمثيليات اللي قادتها قناة الجزيرة مع الأسف؟ يعني أنا صح عم شوف هذا على البث المباشر، وبالمقابل مثل ما أنا عم شوف على البث المباشر الجزيرة عم تشوف على البث المباشر، وأنت بتعرف هذا الشيء. يعني الجزيرة كانت تعلم تماما بهذه الفبركات. برأيك ليش هذا الشيء صار؟ شو كان الغاية من هذا اليوم التسخين الكبير هذا؟ أعداد القتلى والادعاءات هي اللي ما لها أساس من الصحة. كان كل ما يجتمع مجلس الأمن إنه لازم نلاقي خطة لإحراز سوريا ضمن المجلس. كان طبعا هذا اليوم هو الإحراز السوري، إنه أنتم مجتمعين كمجلس أمن والوعود اللي عم توعدها سوريا للشعب أو لإلكم لحد الآن ما عم تنفذ، والدليل شوفوا بعينكم إنه هناك 200 قتيل بحمص. تعتقد أن سوريا أحرجت؟ بصراحة لا. سؤال آخر ومهم هذا السؤال بالنسبة لي، ما مدى التنسيق ما بين خالد أبو صلاح وما بين ما يسمى بميليشيات الجيش الحر؟ كان في شيء بيقولوه إنه نحن كجيش حر بدون مكتب إعلامي ولا شيء، كمكتب إعلامي بدون جيش حر كمان ولا شيء. يعني كل واحد له دور. كل واحد له دور. شو دور هذول؟ شو دور هذول؟ لا، هذوك دورهم الضرب والقتل، خاصة لما يهجمون على الحواجز الأمنية، ونحن دورنا إعلام بتصعيده. فهن يصعدوا بالقتل ونحن نصعد. تصوروا أنتم هذا الشيء. نعم. ويبث إلى قناة الجزيرة. نعم. طيب، في بعض الأحيان كنا نشوف صور، وهي الصور في وراها كثافة دخان وكأنه في احتراق، وأنا كنت أسمع يعني سواء من البيانات اللي كانت تصدر من هنا وهناك، سواء عبر البالتوك أو سواء من خلال البث المباشر، كنت أتابع ما يجري. كيف أحيانا يكون في عندكم بث مباشر وفجأة نلاقي في كمية دخان وقريبة منكم وتكونوا أنتم عم بتصوروا جنب هاي الدخان؟ هلا بالنسبة للدخان ما بننكر انه في كان مثلا ايام يصير دخان حقيقي، بس طبعا احنا قبل ما نصير هالدخان الحقيقي كان يكون بعض الشباب باشعال دواليب مشان تبين انه القصف على الحي كيف عم يكون، كيف شلون بتسوى؟ يعني شو بتعملوا؟ بتحطوا دواليب توقفوا جنبها ولا شو؟ لا نحن اكيد بدنا نبعد عنها لانه ما فينا نوقف جنبها. بس انت مو بعيد عن الدخان، اغلب الوقت كنت نشوفكم قراب كثير. ممكن نكون عامل له زوم او يكون قريب، يعني مسافه يعني لا تقل عن 100 متر بس مو اكثر، بحيث انه اطلاق نار انا كيف بدي افوت على الحي؟ كيف اشوف اطلاق نار هونيك اشوف الدخان؟ فانا ما حد راح يصدق انه مصور فايت لجنب الاطلاق. ايوه انا عم مصور يعني. فيكون تصويرنا بعيد يعني بحيث تاخذ هاي اللقطه.
واكثر كان يكون حرق دواليب. أنا عمر التلا وماسك تنسيقيات حمص القديمي. إنما يحصل بنا اليوم هو اختيار من الله لعباده الصابرين، ولكي يعلموا بأن النصر هو من عند الله لا من عند الغرب ولا من عند العرب. أما ما يجري على الأرض من مجازر يدنو لها الجبين ويدمع لها القلب، إجرام لم يشهده التاريخ. أنا الآن أتكلم من حمص القديمة، هذا الحي المنقطع عن العالم بأكمله منذ 3 أيام بسبب انقطاع الكهرباء والهواتف المحمولة والأرضية وجميع خطوط الانترنت، وانقطاع للمواد الغذائية والتدفئة، والخبز المنقطع عن حمص بأكملها منذ 3 أيام. لا يوجد شيء في هذا الحي يدل على الحياة. أما في حي بابا عمر لا زال تحت أمطار من الصواريخ والهاون والمدفعية المتساقط مثل المطر من أكثر من منطقة، الجرحى بالآلافات والشهداء بالمئات. حبيبي همني كلمة بس شوي، نشتغل البيان وكل شيء باب اسبوع، ليش عم تجيبني لهون؟ من شعل دخني دولاب، من شعل دخني دولاب. وين الدحني؟ يلا بلش هيك. وين الدحني؟ يلا بلش هيك. واحد اثنين ثلاثة. أنا عمر التلا وماسك. أنا عمر التلا وماسك تنسيقيات حمص القديمي. إنما يحصل بنا اليوم هو اختيار من الله لعباده الصابرين، ولكي الله الرحمن الرحيم. أنا عمر تلا وممثل تنسيقيات حمص القديمي. معنا أخونا أبو الزيد من كرم الزيتون بالتنسيقيات. أخي نحن هلا عم نتعرض لقصف اليوم الرابع على التوالي، ما بدنا نعرف بأي لحظة نموت مثل ما لك سمعان أخي. هاي القذائف يوميا. أخي نحن هلا عم نتعرض لقصف اليوم الرابع على التوالي، ما بدنا نعرف بأي لحظة نموت مثل ما لك سمعان أخي. هاي القذائف يوميا عم تنزل، نحن ما بنعرف بأي لحظة بينزل علينا الصاروخ.
كان جهات أجنبية دخلت إلى بابا عمرو، إعلاميين أجانب. شلون دخلوا هذول ومين اللي كان يتعامل معهم وشو كان دوركم أنت وخالد أبو صلاح بدخول هاي الشخصيات؟ استاذ نحن هلا دخل لحي بابا عمر قريب 13 فريق صحفي. من أي دول؟ والله مشكل، في عندك من بريطانيا، من امريكا، من فرنسا، من يعني اسبانيا، من مختلف الدول. لأي قنوات هذول؟ في سكاي نيوز، سي ان ان، بي بي سي، الجزيرة انجليش، قنوات فرنسية، صحف فرنسية، جرائد اسبانية، يعني مشكل يعني كثير اللي هن، فما تعرف ممكن اسمائهم كثير، يعني ما عاد تعرف اسمائهم. وين كانوا ينزلوا هذول؟ هذول كانوا يجونا تهريب من عن طريق لبنان، عن طريق ابو جاسم. طبعا هن بيتواجدوا بلبنان عند شخص اسمه بذكر وسام، كان هو يجمعهم عنده كمكتب، يتم نقلهم لحدود لبنانيه. ابو جاسم طبعا يقوم بتهريبهم من الحدود اللبنانيه حدود سوريا لداخل سوريا. طبعا احدى الاشخاص، في شخص مناصر كان يستلمهم من عين الزرقاء، يوصل لنا اياهم جوا لداخل حي بابا عمرو لعند المكتب الاعلامي. نحن كمكتب اعلامي عاد نستلمهم ونقوم بشوف شو طلبهم، شو هن جايين عليه. فنحن نجهز لهم البرنامج انه زياره لمشفى الميداني، مقابله مع الجيش الحر، الوضع الانساني حي بابا عمر، اثار الدمار والخراب، واجتماع مع العائلات المتضرره والمظاهرات. وين كان مبيتهم هنا؟ مبيتهم ضمن المكتب الاعلامي داخل المكتب. نعم. يعني بنفس المكان اللي هو المكتب كنتوا تمنون السكن والغذاء وكل شيء. نعم. منذ بداية الأحداث في سوريا شهدت الحدود السورية حالات تهريب للسلاح وما يسمى بالمجاهدين، إضافة لمجموعات من الصحفيين الذين رغم إعطاء الموافقات لمحطاتهم للتواجد على الأرض السورية ونقل الصورة بطريقة مهنية وموضوعية، آثروا الدخول بطرق غير مشروعة بحماية ما يسمى الجيش الحر، لينقلوا الصور من وجهة نظر واحدة ولينقلوها بشكل مشوه للرأي العام العالمي. دخل إلى منطقة بابا عمرو حوالي 13 فريقا صحفيا يضم كل منها شخصين إلى 3 أشخاص. من هذه الفرق الصحفية فريق تابع للبي بي سي البريطانية، ويتألف من الصحفي بول وود وطاقمه المؤلف من مصور ومترجم لبناني يدعى غسان. دخل هذا الفريق بداية الشهر الثاني بمساعدة المدعو أبو جاسم الذي أدخلهم من الحدود اللبنانية باتجاه منطقة عين الزرقاء نهاية النفق الذي يصل إلى منطقة جوبر في بابا عمرو، ثم استلمهم فيها المدعو ناصر النهار وهو قائد مجموعة مسلحة تابعة لما يسمى الجيش الحر في بابا عمرو. فريق البي بي سي المتسلل إلى بابا عمرو كان يتنقل بسيارة ناصر النهار ويقيم في بناء من 4 طوابق. فريق سكاي نيوز يتألف من الصحفي ستيوارت رمزي رأسا للفريق ومصور ومترجم ليبي يدعى معتوق. دخل الفريق في الشهر 9 أو 10 من عام 2011 عن طريق عين الزرقاء وصولا إلى بابا عمرو التي كانت حينها محاصرة بشكل شبه جزئي. بقي الفريق 4 أيام ثم غادر بابا عمرو. فريق فرنسي تابع لإحدى قنوات التلفزة الفرنسية ترأسه الصحفية مانويل وترافقها المترجمة صوفيا وهي من أصل عربي ومعها مصور للمحطة. دخلوا بابا عمرو في شهر تشرين الثاني من عام 2011 مدة 5 أيام ليغادروا بعدها، ثم عادت صوفيا من جديد ولكن هذه المرة كصحفية، رافقتها صحفية أخرى تدعى كارولين تعمل لإحدى الصحف الفرنسية، وذلك في شهر كانون الأول من عام 2011. بقيتا مدة 6 أيام ثم غادرتا بابا عمرو. فريق صحفي إسباني
مؤلف من صحفية واحدة تدعى مونيكا، بقيت في بابا عمرو مدة 4 أيام في الشهر الأول من عام 2012. رافقها مترجما المدعو داني الصهيوني، وفي حال انشغاله ناب عنه مترجما المدعو نور الدين الأقرع والملقب عمر شاكر. فريق صحفي مؤلف من الأمريكي مارسيل ويعمل لصالح قناة تلفزيونية، وكريستوف الذي يرجح أن يكون ألمانيا يعمل لصالح صحيفة. دخل بابا عمرو في الشهر الأول من هذا العام مدة 3 أيام. دخل بشكل نظامي عن طريق مطار دمشق الدولي منتحلين صفة أطباء. فريق صحفي مؤلف من الصحفية الأمريكية ماري كيلفن ومصور مرافق لها، يعملان في إحدى الصحف الفرنسية. دخل بابا عمرو في شهر كانون الأول من العام الفائت عن طريق نفق باب الزرقاء، وقتلا في اليوم التالي بعد تسللهما إلى بابا عمرو. الصحفي الإسباني خافيير وهو مراسل لإحدى الصحف، دخل بابا عمرو متسللا. أصيب في حادثة الصحفية ماري كيلفن وبقي في بابا عمرو مدة 13 يوما ليتم تهريبه منها يوم 25 من شباط من هذا العام. الصحفية إيديت بمرافقة مراسل يدعى جونسون دخلا متسللين إلى بابا عمرو وبقيا فيها 13 يوما، ثم أعيد تهريبهما عن طريق نفق باب الزرقاء يوم 25 من شباط من هذا العام. فريق CNN يتألف من أروى دامون، وهي مراسلة لقناة CNN في بيروت. غطت العديد من الحروب كالعراق وثورتي مصر وليبيا. عملت سابقا في العديد من القنوات كالفوكس نيوز والبي بي سي. تجيد اللغة العربية والفرنسية والتركية إضافة للغتها الإنجليزية. نيل هيلثورث مصور صحفي لقناة CNN، شارك في تغطية العديد من الحروب أهمها أفغانستان والعراق وفلسطين المحتلة. تيم كروكيت مصور صحفي مختص بالأمن من أصل بريطاني، مسؤول أمني، عمل سابقا في القوات الخاصة البريطانية والقوات البحرية البريطانية، ويعمل حاليا في قناة CNN كناصح أمني. دخل هذا الفريق إلى بابا عمرو بالتزامن مع جريمة إحراق أنابيب النفط في 15 من شهر شباط من هذا العام، وتبين بالدليل القاطع تورطهم فيها. بقوا في بابا عمرو أكثر من 5 أيام ثم غادروها. تواجدوا في مناطق عدة في سوريا كالحدود التركية وريف دمشق. ومن أشهر أعمالهم الصحفية فيلم 72 ساعة تحت النار، وهو فيلم يخص بابا عمرو. مقتل الصحفيين في بابا عمرو وطي الملف من قبل الدول التي أرسلتهما طرح تساؤلات كثيرة حول الدور الحقيقي لهؤلاء، ومن المسؤول عن مقتلهما، وما الذي قد يكشفه ذلك من تجاوزات غير قانونية ومحاولات تجسس واضحة بحماية مدعي الحرية من ميليشيا ما يسمى الجيش الحر. طيب شو في قصص يعني صارت معكم ومع هؤلاء الصحفيين، شغلة غريبة، قصة معينة، فبركة من الفبركات اللي يعني كنتوا تفبركوها مثلا جرت مع هؤلاء؟ هلا اذا نحن بدنا نفبرك على الصحفيين بحيث هن ما يعلموا شو عم نسوي، لانه اكيد بده يفوت الصحفي يقول لك انا عم فبرك بده يطلع ما راح يكون مصدق بشيء. فاذا بدنا نفبرك شيء بحيث هو ما يكون عنده فكره او ما يكون عنده خبر بهالشيء هذا، بس بفريق واحد اللي هو كان فريق CNN
تواجد معنا إحدى المرات بانفجار أنبوب النفط. غير الانفجار شو في شخصيات ثانية؟ لأنه حنجي إلى موضوع انفجار أنابيب النفط. في كمان صحفي فرنسي، صحفيتين تواجدوا معنا بيوم كان في إيرانيين، كان مخطوف، خطفوا إيرانيين، 5 إيرانيين كانوا مخطوفين بحي بابا عمر. تواجد الصحفية هاي صوفيا وصورت هالشيء هذا كلياته. صوفيا اللي هي تابعة إلى أي قناة؟ صوفيا مثل بتعطي للقناة اللي بتعطي لأكثر من قناة. طيب وشو وصلت الإيرانيين؟ شلون صاروا ببابا عمر؟ إيراني قلت لك اتصل إحدى الأيام فينا عمار بقاع الصباح قال لي جيب لي الكاميرا وتعال في عندي تصوير كثير مهم. فبروح لعنده، أول ما بفوت بيفتح لي باب بيقول لي تفرج. بلاقي أشخاص مكبلين بإيديهم مرميين في الأرض يعني. شو هدول؟ قال لي هدول قناصة إيرانيين. طبعا أنا لما سمعت قناصة إيرانيين انبسطت بصراحة، لأنه نحن عم نحاول كنا نثبت للعالم انه في عندنا قناصه ايرانيين وفي عندنا قناصه من حزب الله، وما بنقدر نوصل نثبت هالشيء. فلما شفت يعني ايوه، فلما شفت هالشيء انا قلت اخ يعني وقع الدليل بين ايدينا. قلنا له اوكي بدنا نصورهم، بدنا نبعثهم للجزيره. قلنا له طيب انا جاهز، هلا بنشوف شلون بدنا نرتبهم، بتفوتوهم واحد واحد بحيث نتعرف على اسمائهم وعلى هذا. في معهم جوازات سفر؟ قال في حدا منهم بيحكي عربي؟ قال لا. نعم طيب خير ان شاء الله. طبعا انا واقف بتتفاجئ انه جايبين الصحفيه صوفيا وكارولين هذول من فرنسا يصوروا. استغربت انه يا عمار انت ليش جايب هذول؟ هو جايبه على بيته طبعا، جايبهم على البيت تبعه مشان يصوروا. قال خلي كل الناس تشوف تشاهد. قلنا له اوكي، بس نحن بدنا هلا قبل ما تفوت الصحفيه عم نحكي انه بدنا دليل انه هدول قناصه او عساكر بالفعل من الجيش الايراني. ما في شيء دليل يثبت هالشيء هذا. عباره اللي معهم انه هن عباره عن موظفين بشركه جندر، هاي شركه كهرباء عنا بحمص. فيا عمار يعني ما في دليل انه نثبت انه هدول مسلحين او من الجيش الثوري الايراني. ففي شخص واحد معهم بهويه ضابط متقاعد قال هاي بتكفي عنهم. قلت طيب. فلما بفوت الصحفي قلت له الصحفيه هلا راح تشوف هالشيء هذا وراح تكشفه، يعني لا تفكر صحفيه غبيه او شيء، فهي داخلي وعارفه كل شيء. The development. Prisoners have been captured near the front line. They are questioned in front of the cameras. تسمع مجيد شو جمهورية إسلامية إيرانية، وهاي صورته مع اسمه مجيد ولي. Since the beginning of the revolt, the Syrian opposition have claimed that Iran is directly supporting the repression. وين لك؟ For Talas and his men, this is the evidence they've been looking for. شو بتعمل تساعد في سوريا؟ بشتغل بالجندر مع التعارين. بشتغل بالجندر مع التعارين. بشتغل بالجندر مع التعارين. شو بتعمل تساعد في سوريا؟ بشتغل بالجندر مع التعارين. أبو باسم المتحدث باسم كتيبة الفاروق التي اعتقلت هؤلاء الإيرانيين.
يعني الإيرانيين كانوا مدنيين وبيعملوا بالمحطة وأنتم كنتوا على علم بهذا الشيء. نعم. طبعا صورناهم وصورتهم الصحفية شو كان رأي خالد أبو صلاح؟ مع أنه هو اللي راح يكون الوسيط اللي هو كمراسل مع الجزيرة. هلا خالد أبو صلاح طبعا لما صورناهم وخلصنا اجانا امر من المسلحين من ابو جاسم ومن عمار البقاعي انه ما تبثوا شيء ولا تعرضوا شيء. طبعا راح خالد ابو صلاح قعد معهم شو السبب؟ قال في شيء مهم فخليهم هدول مثل ورقه بايدينا. خلاص انكروا انه ما في عندنا صحفيين ايرانيين بحيبه وعمر. طبعا القناه السوريه ذاعت انه تم خطف 5 ايرانيين بحمص. طبعا احنا كخالد ابو صلاح مراسل الجزيري نكر هالشيء، ما في عندنا هالشيء هذا ابدا. وما في بس انه كانوا موجودين، كان شايفهم. لا كان شايفهم قبل. لحتى الدخول تم الايرانيين عندنا لحتى دخول شخصين من برات البلد اللي هو حمزه الشمالي، هو اصله من كفر عايا، هو هلا حاليا منين اجى حمزه الشمالي؟ اجى تهريب عن طريق لبنان. كان بس هو وين بالاصل مقيم؟ هو بتركيا، عضو مجلس اسطنبول. اجى عن طريق لبنان اجى عن طريق لبنان دخل على بابا عمر. كويس. وفي شخص بيقولوا له ابو الحسن، هذا كان مدير شبكه شام. دخلوا اثنيناتهم بنفس اليوم صدفي، يعني نحن كشفناها صدفه. بس الايرانيين انعرضوا على قناه الجزيره، هذا شفتهم. جاي بالحديث استاذ. تفضل. طبعا نحن هون تناقشنا مع حمزه الشمالي انه موضوع الايرانيين، فقال موضوع الايرانيين خط ما حد يتداخل فيه وفي شغل له، فنحن وقفنا. نتفاجئ ثاني يوم خالد ابو صلاح بيروح بالصدفه لعند عمار، بيلاقي ابو الحسن بوجود حمزه الشمالي، وجود شخص ثاني اللي هو رامي السيد، هذا كان مصور معنا عم يصوروا الايرانيين. فتعالج طبعا معه خالد ابو صلاح، ليش هدول عم يصوروا؟ مو نحن، ما نحن المكتب، لا نحن بدنا نصور، مو هدول الاشخاص. قال له خلاص انت ولا تاكل هم، الامور كلها بيناتنا ما عليك انت، الامور كلها بخير. قال له طيب. ثاني يوم الصبح بيجي انا ابو جاسم بياخذ مني الفلاشه اللي صورنا فيها الايرانيين. هذا ثاني يوم قبل من تصويرهم مع ابو الحسن. اعطيته اياها انا طبعا، وصار ياكد علي انه ما يكون في عندي صور ثانيه. قلت له اكيد ما عندي، واي شيء راح يكون اكيد راح اعطيك اياه. يعني بالفعل اخذ الفلاشه ابو جاسم وراح. حتى اجى خالد ابو صلاح قلت له هيك صار. قال لي بسيطة. ما في يومين نتفاجئ نحن انه بيطلعوا الايرانيين على قناة الجزيرة انه هن متواجدين. عبر مين يعني انبثوا هذول؟ انبثوا عن طريق حمزة الشمالي وابو الحسن شبكة شام. يعني ما اعطوا اياهم مباشرة للجزيرة؟ لا، اول مرة لا. شو كان ردة فعل خالد ابو صلاح؟ هو عارف انه هذول الناس يعني؟ لا هلا اللي طلع اول ما طلعوا على الجزيرة هني. بس عن طريق ابو الحسن. عن طريق ابو الحسن علاقته كلها مع الجزيرة. هذا تبع شبكة شام. فاذا بتنتبه اللوجو بيكون شبكة شام. صحيح. فهو علاقته كلها مع الجزيرة. شو السبب برايك انه ما طلعون عن طريق خالد ابو صلاح؟ انا تناقشت انا وخالد ابو صلاح بهذا الموضوع، وقلت له هالشيء هذا انه في سبب لحتى اخذوا هالشيء هذا، اخذوا الايرانيين وهن اللي عرضوه. انه ككتيبة فاروق هن اللي تمت القبض عليهم، وقد كتيبة الفاروق هي عم تحقق معهم، كتيبة الفاروق كذا. قلت له في حمزه الشمالي عم يلعب لعبه هو ابو جاسم، فشو هي؟ قلت له يا خالد هي شغلتك انت لازم تعرفها، لانه ما هالعلاقه اللي بيني وبين حمزه انا بعرفها، فانت علاقتك اكبر معه. فقال خلاص انت ريح راسك، انا اذا بعرف اتصرف. شو شغلي يعني انا بس حسيتها في تجاره بالموضوع، اللي بيدفع اكثر واللي يعني كان فيها مبلغ مالي. بظن هيك. ليش كانوا يعطوك بالمناسبة أنت؟ أنا والله أستاذ كنت آخذ 10,000 بالشهر. 10,000 شو؟ سوري. 10,000 ليرة سوري؟ كل هالشغل وكل هالدخان لا الدخان هذا أبو صلاح يجيبه ويحطه بالمكتب، يعني الدخان مالي على فيه. أنا قصدي الدخان تبع الدواليب وتبع هاي 10,000، بحيث إنه بتعرف أستاذ كان ما في شغل، يعني تمينا 7 أشهر بحيبة. طيب طلعوهم وبعدين شو صار فيهم الإيرانيين؟ قديش ضلوا ببابا عمر؟ هون نحن استاذ اخبار انقطعت عننا بشكل كامل لغايه قبل دخول اللجنه العربيه على بابا عمر بيومين. في احدى الاشخاص تم اعتقال اخواته الاربعه، وواحد منهم الصاوب يعني مات. فراح يومتها طلب من ابو جاسم انه ساعطيني الايرانيين بده يسلمهم بدل اخواتي. طبعا عمار وابو جاسم رفض،
مقطع انه لا تدخل امور هيك شيء اخواتك هدول. قال له بس تطلع اخواتي، قال له ما لك علاقه بالايرانيين. طبعا الشخص هذا قائد مسلح ناصر النهار. نحن تفاجئنا انه عمار البقاعي انه الايرانيين موجودين بحي باب عمر لهذه الايام. يعني صار لها فتره منيحه. نعم أستاذ أحمد، هذه الصور تظهر بالدليل القاطع هذا الضابط، وبإمكانكم التأكد من ذلك من خلال ترجمة هذا كلامه من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية. هذا هو الضابط الذي تم اعتقاله في مدينة حمص في منطقة الوعر، وهي منطقة معروفة بسكان حمص. وكان يقول في كلامه بأنه يعمل تحت إمرة الجهاز المخابرات الجوية في حمص. عرض هذه الصور والإثباتات لديكم وللإعلام وسائل الإعلام كافة. وبعدين وين راحوا الإيرانيين؟ وين أخذوهم؟ للأسف ما عندي أي علم عنه. وين ما عندك أي خلفية يعني. بس أنا تفاجأت فيديو طلع إنه الإيرانيين تم إلقاء القبض على 5 إيرانيين بإدلب. هذا طلع هذا، فبتفاجئ الأشخاص نفسهم اللي كانوا عندنا هن نفسهم اللي طلعوا بإدلب، حتى بس إنهم لابسين أسود ومربين اللحى بس فقط. يعني رادوا يعملوا تمثيلية أخرى بأنه هن بإدلب إنه لقطوا شخصيات تانية غير هدول الإيرانيين، لكن ما إنه طالت لحاهم وتغيرت أشكالهم اعتقدوا بأنه الناس ما راح تعرفهم. صح. لذلك أظهروهم بهذا الشكل. ممكن. طيب وبعدين يعني معلوماتك وين وصلوا في نهاية المطاف؟ أو توقعاتك؟ يعني أنا حسب ما فهمت إنه هن صاروا بتركيا، يعني إنه طالما تهربوا صاروا بتركيا، لأنه كان حمزة شمال عم ينسق مع أبو جاسم. إنه كان إحدى المرات هو جالس مع شخص من سفير إيراني أو هيك شيء يعني. فقال عم يتبازروا أو شو بيسموها هي، يتفاوضوا عليهم يعني. يتفاوضوا عليهم. فتوقعت إنه يكونوا راحوا لتركيا. كان كلمة يقولها عمار البقاعي أو جاسم إنه أنتم ما تتدخلوا بشغل المسلحين، نحن ما بنتدخل بشغل الإعلام تبعكم، فأي شيء بدكم تدخلوا ترى خط أحمر بيننا وبينكم. شو يعني خط أحمر؟ يعني تهديد بالقتل يعني مسائلكم؟ ممكن، لأنه تهددت قبل المرة، تهددنا بالقتل. وخالد أبو صلاح طبعا كان عنده علم بكل هالقتل وهالسرقات وهالنهب وكان مع هذا يتواجدوا وياهم في مكان واحد. يتواجد وكان يناقش أكثر الأحيان، يعني يحكي لعمار يحكي أبو جاسم إنه هذا الشيء ما بصير، بس للأسف ما حد كان يرد علينا. إذا كان هذا الشيء ما بصير، كيف كان يبعث فريقه خالد أبو صلاح مع هاي الجماعات المسلحة وكانوا يقصفوا أبنية؟ يعني أنا شفت صورة من الصور، كان واحد معه يا RPG يا أما قذيفة معينة يوقف ويكون عم بيصور، وأنت كنت المصور وقتها، وتطلق قذيفة باتجاه بناء عالي، والله العالم بأي بيت تيجي وبأي مكان، ومو بس بيت، بيوت كثيرة يضربوا مرة هون ومرة هون، واسمعه هو عم بيحكي وعم بيقول لك مثلا شوف شلون هلا بنولعها، يعني بتكون الجو هادئ فبيقول لك هو شوف شلون هلا بنولعها. دماغ خطاطة يعني؟ لا دماغ خطاطة، خططت لي راسك. اعمل لك والله ما خطاطة؟ لا. ليش؟ حطيت عاد انا المخزن الخطاط كله. شغلناهم شايف؟ شغلناهم شايف؟ هاي مثل ما قلت لك، لما بيكون في اجتماع او في اي شيء برا بالخارج، فمشان تأجج الامور داخل باب عمر. العلاقه اللي لازم تكون هلا نحن بين الجيش اللي بيسمى الحر، لازم تكون علاقتنا قويه بحيث انه لما يقوموا باي عمليه عسكريه نكون نحن متواجدين معهم. اما كشيء يخص خطف المدنيين هذا خط احمر لانه ممنوع نتداخل فيه. اما كعسكريين نحن بدنا نضربوا حاجز لازم نتواجد معهم، لانه هلا هون مثل ما قلت انتم دولة وجيش
مسلحين يعني يقاتلوا، فنتواجد يعني بحيث ناخذ لقطات انه مثلا لنفترض هلا هو يعني ضرب، فبنستغل الفرصه انه شوفوا الجيش كيف عم يقصف حي بابا عمر. تعتقد هذا مبرر لك ولا لا أبو خالد أبو صلاح، لا أو لأي واحد من المكتب الإعلامي؟ تعتقد أنه مبرر؟ ما كان فيكم تهربوا أنتم مثلا؟ ما كان فيكم تنقلوا الحقيقة بطريقة أو بأخرى للناس اللي عم بيصير؟ أنت ممكن تتقبل مثلا أنه لما يطلق هاي القذيفة هذا الشخص ربما يكون هذا البيت بيت لشخص قريبك مثلا أو لأي هلا مواطن؟ عبيد مدني ما كان انه كان يعرفوا انه هون في تواجد امن. لا أنا في عندي صور شفتها بجهازك كان في ضرب باتجاه مبنى مأهول بالسكان. ايه متواجد فيه امن، لانه هذا مخلي. شو هو؟ خالي من السكان. شلون مخلي؟ الإضاءة كلها شاعلة من فوق لتحت. ونسيت شو اسم المبنى، إذا أنت بتعرفه مبنى كان طويل وشاهق. برج هنادي. برج هنادي، أحسنت. ايه هذا. طيب هذا مدني وليس عسكري. هذا مدني بس طيب. للاسف هلا مقيم فيه الجيش. طيب وليش للأسف يعني؟ يعني ليش لحتى يكون للأسف؟ ولكن حتى لو افترضنا انه اللي موجود فيه جيش، شو الفائدة اللي انا بحققها او شو الشيء اللي انا شلون متقبل على نفسي انه شخص من اجل اني انا اخذ صورة واعطيها لقناة الجزيرة الا تفضلي هي الصورة ويعطوني حقها 2000 او 3000 دولار، بالمقابل يموت ابرياء سواء كانوا من الجيش او سواء كانوا من المواطن. شو محقق انا بهذا الشيء؟ نحييكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ بالتعليق على ما تابعناه في حلقتنا لهذا اليوم من خفايا بابا عمرو. أرحب بك من جديد أستاذ رفيق لطف. بداية، المادة التي عرضتها لعلي عثمان، المادة التي ظهر فيها خالد أبو صلاح يتحدث، لماذا عرضتها له؟ ما الغاية من عرضها أمامه يعني؟ هلا هو في إحدى القنوات نعم عرضت هذه المادة، نعم، وللأسف لم تعرضها كاملة، أخذت فقط مقطع واحد، ويا ليتها أحسنت اختيار المقطع. فأخذوا مقطع وحطوا المقطع اللي بيكون عم بيحكي أبو اليمان مع خالد أبو صلاح. من هو أبو اليمان؟ أبو اليمان هو موظف في قناة الجزيرة، وهو نعم. على البث المباشر، الاتصال التنسيق، مسؤول التنسيق نعم. يعني. فبيقول له خالد أبو صلاح، بيقول يعني هن بدهم إياها شو يشعلوا أكثر لحتى يقدر نبلش البث، طالما ما في تحمية بالشكل المطلوب فما ممكن يبلشوا بث. فلذلك شو بيقول له يعني بدك يانا نموت نحن أكثر من هيك، شو نساوي لك يعني؟ مالك شايف صوت الإطلاق الرصاص؟ سمعان صوت إطلاق الرصاص، وبيعطي إشارة فبيبلش أطلق الرصاص. يعني هو يكذب على قناة الجزيرة؟ هو لا يكذب، هو التي قناة الجزيرة شايفته ما مخبى عنها يعني. وقت عم بيحكي إنه يعني شو بدك تساوي لك أكثر من هيك؟ أحمد خذ الزاوية، فلان خذ القرنة الفلانية، يعمل له قوس. هذا كله مين شايفه؟ الجزيرة. لكن الجزيرة لن تظهر خالد أبو صلاح إذا ما كان الجو جاهز كامل بالشكل المطلوب، وإلا هن مو أغبياء، هن شايفين البث المباشر مثل ما أنا شايفه. فاقتطعوا جزء ومقطع صغير اللي هو مباشرة بعد ما بيقول له مانك شايف، مانك سمعان إطلاق الرصاص يا أبو اليمان، وبيعمل بإيده هيك، فما بيطلع صوت إطلاق رصاص. أنا هون ضحكت يعني، قلت هذه القنوات يعني بدها تتشاطر، مو مشكلة، بس على الأقل شوي يعني كذب، بس خلي الناس تصدق. يعني هي أخفت هذا الصوت؟ هي حطت فراغ محل هذا الصوت، قالوا سمعتوا؟ نعم. هذا أضيف إضافة، ما أو خالد أبو صلاح عم بيقول له مالك سمعان صوت إطلاق الرصاص، وعم بيعمل له هيك. نعم. وظهر الصوت. طبعا هلا هذا شوفي، هذا التسجيل موجود في الوسيط اللي منه بيطلع إلى البث المباشر إلى القناة اللي بتستلمه. ومشان ليه يكونوا شاطرين، انا بقول لهم مشان لا يعزبوا حالهم لانه راح يتفاجئوا، كل ما عرض على التلفزيون السوري او على اي قناه اخرى لا زال موجود في الوسيط. وانا على نفس الوسيط عندك؟ لا، الوسيط اللي هو يتبع الى شركه اجنبيه. نعم. في يوم من الايام راح اطلع على التلفزيون السوري، وتذكروا كلامي، وراح أرجي الملف الخام ومصدر الملف الخام كما هو كاملا. نعم. كاملا. فإذا بدهم يكذبوا أنا بنصحهم لا يكذبوا، لأنه حيتفاجئوا هن إنه راح أعرض بيوم من الأيام الملفات الخام. نعم. بالإضافة إلى إنه مثل ما بيقولوا قال القاضي راضي. نعم. إذا الجزيرة مو مسترجية ترد، والجزيرة بدي أسألك سؤال، بعد ما عرضنا على التلفزيون السوري قصة خالد أبو صلاح،
وينه خالد أبو صلاح بالجزيرة؟ عاد يطلع؟ صحيح لم يعد يظهر خالد ليش؟ أبو صلاح. هذا سؤال كبير. إذا لو لم تكن الجزيرة تعلم بأن خالد أبو صلاح وضعها في موقف صعب جدا لما ومو قطعته بإرادتها، لا، الجزيرة بتحبه لخالد أبو صلاح وعلاقتهم معه قوية، وهن عم يحاولوا يأمنوا له شغل مع جهات أخرى، لكن في موظفين، وأنا وصلني الموضوع من داخل قناة الجزيرة اشترطوا إذا أردتم أن نبقى فخالد أبو صلاح لا يجب أن يبقى. لذلك انجبرت الجزيرة. الآن يعني حدث معهم كما حدث مع داني، بلا شك، داني في بلا شك. قناة CNN. هن في ناس ما قابلة انه خلص هذا الزلمه انكشف، نعم، وانكشف كذبه، اذا انتم بتطلعوه معناته انتم عم تتبنوا، فنحن يا خالد ابو صلاح. نعم. الان موظفي قناه الجزيره كل يوم والثاني عم تسمعي شلون في انسحابات، وسمعنا اخرهم مراسلهم في روسيا. نعم. لما طلبوا منه انه يفبرك ويكذب وهو رفض طبعا، ورجع للحكومه الروسيه وتبين له انه ما في شيء من انه روسيا ما عم تخلي لا سفارتها ولا موظفيها ولا احد، والجزيره مع هيك قالت انه روسيا عم تخلي موظفيها، وروسيا كذبت الخبر، فهون شاف قال انا زلمه احترم نفسي واحترم مهنتي، عمل هيك استقال. نعم. الان الموظف في قناه الجزيره هل تعلمين كم يقبض؟ الآن الموظف في قناة الجزيرة $30,000 شهريا يقبض. ليش؟ ثمن كذبه يعني؟ يا ريت بس ثمن كذب. ولا في موظفين ما مستعدة تكذب، مشان نكون واقعيين نحن. في ناس محترمة بغض النظر ما تتدخل بالشأن السوري. نعم. تقول لك أنا أبعدي. حتى ليلى الشايب اللي أنا واحد من الناس بصراحة كنت يعني منزعج منها من تصرفاتها، لكن لاحظت أنه انسحبت من الشأن السوري وانتقلت إلى الشأن المغاربي بعد ما اكتشفت كثير من الاكاذيب. لكن ليش وصل ل $30,000؟ يعني تقصد ارتفع الراتب؟ الراتب مو ارتفع عن عبث، الراتب لانه ما في موظف قابل يروح على قناه الجزيره. نعم. وبدهم يحافظوا على ماء وجههم بالاشخاص المتبقين في قناه، لانه الصف الاول بالجزيره سقط، او بالاصح حتى نكون اكثر يعني دقه، الصف الاول في قناه الجزيره انسحب. الروس اللي كانت تعتمد عليها قناه الجزيره انسحبت. مين صفى؟ صف الصف الثالث، حتى الثاني ما بقي. نعم. الناس اللي تحترم نفسها انسحبت من قناه الجزيره، الجزيره شلون بدها تحافظ على الباقيين؟ خذ اللي بدك اياه اخي. رفعت الراتب. لذلك الان الموظف في قناه الجزيره بتلاقيه فايت عم بيتعنجى، وهي عاجبتني وهي مو عاجبتني، وقناه الجزيره مو مسترجيه ترفع راسها لانه انهارت، ارادت ان تدمر سوريا فدمرت نفسها ولم تستطع ان تفعل شيء في سوريا. نعم. طبعا خالد أبو صلاح كان واقفا يكلم قناة الجزيرة، والدائرة التي استعملتها الدائرة الحمراء تشير إلى الشخص الذي سيطلق النار من أجل أن تسمع قناة الجزيرة. يعني حركة يده هو لما نعم. كان يعني مو بس إنه حكى بلسانه، أول مرة هو يعطي الأمر إشارة، يعني وهي في إشارات بيناتهم. نعم. لكن المرة الأخيرة الظاهر ما التفتوا له، فعمل له إنه خلصني أوس، يعني أوس وبلش. ولما بلشت قناة الجزيرة اشتغل الرش، اطلاق رصاص بكثافه لدرجه انه اي انسان جاهل يستطيع ان يميز بانه اطلاق الرصاص كان من جانب خالد ابو صلاح، صوت جدا عالي وواضح. نعم. طب لما كان يحلف لهم استاذ رفيق؟ يعني طالما هم يعلمون بان القصه كلها مفبركه، لما كان يحلف لهم؟ انه يعني اكثر من هيك ما بنقدر نساوي، هذا حدنا. نعم. انه انت بدكم منا اكثر، ما فينا اكثر من هيك، هذا حدنا وانتهى. نعم. ويعني حتى فبركت بطريقة يعني جيدة. سألته المذيعة هل أنت في مكان آمن؟ هلا المذيعة يعني للإنصاف ما عندها علم. لا تعلم. لا تعلم، لأنه هلا أنا مؤاخذة أنت ممكن الآن كمذيعة يدخلوا لك مادة وأنت ما عندك اطلاع، لكن مين اللي عارف؟ اللي على اتصال مباشر وشايف ما كان يجري قبل البث أبو المباشر. يمان. أبو اليمان بلا شك. نعم. والشخصيات اللي عم تسيس قناة الجزيرة على اطلاع بكل هذه التفاصيل، وعلى تمويل وسلاح وأجهزة وتهريب أجهزة إلى داخل بابا عمر وإلى غير بابا عمر. هذا دليل أنه في تنسيق على أعلى مستوى، وبتعرف أنه في معهم ميليشيات ما يسمى بالجيش الحر في نفس المكان. نعم. بعد ذلك سألته لعلي عثمان هل تذكر متى كان هذا اليوم؟ فأجابك مباشرة يوم الفيتو الروسي الصيني. هو أجابك أم أنت يعني؟ لا، أنت إذا لاحظتي هو أجاب يوم الفيتو الروسي الصيني، فأنا طبعا أكدت كلامه بأنه هذا نعم كان يوم اجتماع مجلس الأمن. وللعلم هذه الليلة كان نفس الليلة اللي أحرقت فيها أنابيب النفط. كان بهذه الليلة مطلوب تصعيد على كافة المستويات، ما في قناة أجنبية ما اشتغلت، وتحديدا قناة العربية وقناة الجزيرة وقناة CNN. نعم. لعبوا دور خطير في هذا اليوم وبثوا أكاذيب كبيرة جدا من أجل تضخيم. وأنا قبل بيوم على التلفزيون السوري هون كان عندي لقاء وجبت تسجيلات عرضتها
باصوات اناس تابعين لما يسمى بميليشيات الجيش الحر، وهن عم بيطالبوا الناس يا جماعه في كل مكان احرقوا الدواليب واحرقوا سلات او حاويات القمامه، في كل مكان، في دمشق، في حلب، في اي محافظه. شو كانت الغايه؟ من اجل ان يقوموا بتصويرها مو بس تصوير، على اساس من شان يبينوا انه القصف في كل انحاء سوريا، صح؟ بدهم ياخذوا صور، يعني صور الدخان بالضبط، تظهر وكأنه يعني حتى قصف. للمواطن بدهم يوحوا له انا كسوري غير التصوير. انا لما بدي اطلع هيك بلاقي دخلي بهي المنطقه ودخلي بها، بده يصير عندي شعور بانه في حرب كبيره ببلدي وانا ماني شاعر. نعم. لذلك نحن نوهنا، وطبعا اسقطنا لهم لعبتهم يوميتها، ما قدروا ينجحوا فيها. وبعدها بايام مباشره كانت الضربه القاضيه عليهم لما طلعت التسجيلات هي تبع خالد ابو صلاح. وانا بعتبر ان اكبر صفعه تلقوها سواء اعلام CNN او سواء الجزيره وزميلاتها كانت الصفعه تبع احراق انابيب النفط، لانه كانت الغايه منها انه كان في قصف جوي من الجيش السوري، وتبين للناس عكس ذلك تماما. طبعا احنا في عندنا حلقه قادمه ان شاء الله حول موضوع احراق انابيب النفط. نعم. صح، نحن راح نعيد اللي انا عرضته لكن نعم. بشكل موجز، ولكن في اضافات، يعني حقائق جديده. يا ريت بس حقائق جديده. احنا اعطينا دليل قطعي، نعم. مثل ما بيقولوا دليل قاطع، لكن كمان مثل ما بيقولوا في كمان دليل ساطع. نعم. فنحن راح نحط القاطع والساطع حتى لا يتجرأ بعد اليوم. نعم. ياتي الشخص ويحاول يلعب على وتر ان الجيش السوري هو الذي يدمر هذا الوطن. نعم. بعد ذلك سؤال مهم طرحته على علي عثمان أستاذ رفيق. سألته عن مدى التنسيق بين خالد أبو صلاح أو مسؤول يعني المكتب الإعلامي وما يسمى بالجيش الحر، وهذا يدلل حين قال لك يعني لا نستطيع يعني نحن نكمل الآخر. نعم، هذا دليل على الترابط الوثيق بين بلا شك، لأنه لا يعملون بدون بعض. ميليشيات يعني الجيش الحر كانت هي عملت لهم الحماية اللي يقدروا يتحركوا. وين ما بده يتحركوا هن المادة الدسمة. شلون أنا بدي أصور وأثبت أمام قناة الجزيرة وغيرها نعم. إنه في قصف من الجيش بهاي المنطقة، فالقضية ما بتكلفني شيء، بجيب معي كم واحد من هدول الميليشيات. نعم. أوصلي على هالمنطقة وبحط الكاميرا وبصور، برجع بقول للجزيرة شوفي والله الجيش السوري اليوم لعن النفس تبعنا. نعم. وهي طلبكم جاهز وهي بوستين فوق منه وتفضلوا. نعم. المشهد التالي الذي تابعناه والذي كان يعني أحد عمر التلاوي يتلو بيانا، وتابعنا بعد ذلك فبركة هذا المشهد، كيف كانوا يشعلون الدواليب من أجل إظهارها على أنها قصف، يعني هو دخان قصف. هلا بتعرفي نحن وقت بننزل بيكون في أي حدث ما، نعم، أول شيء بده يكون الواحد يعني لابس شيء واقي، خوذة، درع، كمراسل يعني. كمراسل. نعم. بده ينزل لأي مكان فيه أي حرب أو اقتتال، بده يكون أخذ حذره التام. نعم. وبيكون بطريقة حذرة وبمكان يعني حذر يقف فيه بحيث إنه يحمي نفسه لحتى يقدر ياخذ الصورة. نعم. لكن إذا بتلاحظ الصور اللي عرضناها كانوا الشباب واقفين ومرتاحين تماما. لذلك كانوا هن يصطنعوا هذه الأمور، هي الفبركات، ويسووها. ومن ضمنها هذا المنظر اللي شفتيه تبع عمر التلاوي. نعم. عمر التلاوي قال له يا حبيبي ليش نروح نحن على باب السباع ونعذب حالنا؟ يعني نحط حالنا بالمخاطر، بجوز حدا يشوفنا على الطريق، بجوز يصير عندنا مشكله. هون نساوي كل شيء. شلون؟ قال له بجيب دولاب، شعلنا الدولاب يا اخي. وفعلا جابوا دولاب، شعلوا الدولاب، طلعت الدخنه. اذا لاحظت شلون قال له بينت الدخنه، قال له بينت، بلش، يلا بلش. نعم. افلام مع الاسف. وللعلم عمر التلاوي هو نفس الشخص اللي صور مجزرة كرم الزيتون. هذا من كان يتلو البيان. بالضبط. يعني حتى البعض اللي كان عم بيقول انه هي المجزرة من فعل الجيش، انا عم ارجيهم مين هن اللي عم بيصوروا للجزيرة وينقلوا. هو عمر التلاوي نفسه اللي صور لقناة الجزيرة التقرير تبع مجزرة كرم الزيتون، وصورته موجودة وانا عرضته. كان واقف هو، وهو اللي عم بيصور، وهو اللي عم بيعمل التقرير. واللي بيكذب مرة بيكذب 1000 مرة، 1000 مرة. أهلنا قالوا لنا دائما اللي بيكذب مرة بيكذب مليون مرة. فطالما عم تشوفوا بعينكم هذا النفاق وهذا الدجل اللي عم بيساووا على الناس، ويقول لك هذا من عند الله، صحيح، إنما يحدث هو من اختيار عند من الله. شلون يعني؟ هل الله عز وجل أمرك بأنك تجيب دولاب تحرقه وتوقف وتجيب واحد يقوص لك كم طلقة وتيجي تحكي لي باسم الدين وتقول لي أنا زلمة إسلامي؟ لا، حاشا للإسلاميين أن يكونوا هكذا.
هؤلاء يريدون أن يلعبوا باسم الدين وباسم الإسلام ليضحكوا على عقول الناس. لذلك أنا بحذر الناس، ديروا بالكم، لا تعتقدوا مجرد واحد يقول لكم إسلامي معناته أنه هو يحترم ديانتكم وعقيدتكم. لا، هو لديه أهداف. الآن شوفي مصر شو عم يصير فيها، شوفي المهازل اللي عم بتصير بحمص، بتونس نفس الشيء. في ناس عم تلعب باسم الدين وعم بتحاول بكل الطرق أن تسيء إلى الإسلام، وهذا المخطط هو مخطط للأسف جاءنا من الخارج. جماعة القاعدة مين صنعهم؟ مين دعمهم؟ مين مولهم؟ مين دعمهم بأفغانستان؟ مين أعطاهم السلاح؟ الآن هذا اللي عم بيصير فينا كلياته من زراعة هذه الجماعات اللي تتكلم باسم الإسلام، وفي حقيقة الأمر هي أوجدت لهدم الإسلام تماما وللإساءة للإسلام. صحيح. فوتي في فكرهم، في عقيدتهم. الإسلام دين رحمة، الإسلام تعامل مع كل الديانات سواء كانت المسيحية أو غير المسيحية، تعامل بكل أخوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جاره يهودي وكان يرمي القمامة على بيته، ولما تغيب عنه راح زاره عاده. بعد احنا ما شفنا انه هذا كافر، لا، ان عندهم حتى المسلم اللي يشهد الشهادتين يعتبرونه كافر. فانا شلون بدي اثق بهي الجهات؟ بسوريا عنا، خذي مثال الان هذول الجماعات التكفيريه اللي عم نسمع عنهم، انا اجزم لك ان في سوريا لا يوجد سوري واحد يتقبل الفكر التكفيري. حتى لو شفتيه لابس دشداشه قصيره وعامل لحيه طويله، لانه هذا الشعار تبعهم انه لازم يكون دشداشه قصيره ولحيه طويله، مع انه نحن نحترم المظهر الاسلامي، ولكن ليس المظهر الذي يرعب الناس. بتلاقيش اشكالهم مخيفه. في سوريا لم يتقبل احد هذا الفكر، اخذوا الشكل فقط. قلدوا لي افغانستان، لبسوا لي الحطه تبعهم واللباس تبعهم وطول اللحيه وقصر الدشداشه وقالوا هذا هو الاسلام. لكن فوتي عدي معهم عقائديا ولا فاهمين شيء بالمصاري. اشتروهم بالاموال وقعدوهم وقالوا لهم تعالوا انتم الان تسيرون على المنهج الإسلامي الصحيح. هذا ما أكده التلفزيون العربي السوري منذ يومين، حيث عرض اعترافات لشخصيات عربية ليبية وتونسية تنتمي لتنظيم القاعدة، وهي استقدمت لسوريا من أجل القيام بعمليات انتحارية طبعا ترتكب باسم الإسلام، ودائما نقول الإسلام منها براء، وتنزه اسمه تعالى عن ذكره في مثل هذه المقامات حين قال اختيار من الله. يعني طبعا رب العالمين لا يأمر بالكذب كما صحيح. تابعنا تعليقك أستاذ رفيق. كأنها لعبة أطفال، يعني حين كانوا كأنهم أطفال في الحي يلعبون، هكذا يتم التلاعب بمصير بلاد. العتب على الجزيرة وأخوات الجزيرة اللي قبلوا أن يتعاملوا معها هكذا حثالة. إذا حرق الدواليب لإظهار الدخان على أنه قصف من قبل الجيش، في الليل لا يلجؤون إلى هذه الوسيلة، يبدأ القصف. إطلاق الرصاص طبعا. بالليل الدخان الأسود ما بيبين، خاصة تعرفي أحراق الدالوب ما بيطلع الدخان ابيض، بيطلع اسود، فاسود مع اسود ما بيبين. الا اذا حيلاقوا لهم يجيبوا لهم هيك بعد الوان حمراء وخضراء. تابعنا كيف في الليل حين كان يعني يتحدث الى قناه الجزيره كان يقول بدا القصف مع يعني كلمه قصف. يا سبحان الله، يعني بتقولي هون بركات العرعور. الظاهر حلت عليهم، لانه كل شيء كذب ونفاق ودجل بيكون من بركات العرعور، هو علمهم هذه الاساليب. فلذلك مجرد قال كلمه قصف ما سمعنا الا دغري بلش اطلاق الرصاص، وبيقول له ها شايف؟ طب ماشي، اول طلقه رصاص هزيت راسك شوي، بعد منها ما عاد خفت. يعني بدك تكذب كذب، بس على الاقل يكفي كذبتك، خليك تخبى لك بشيء. هو والمصور حركه واحده وبعدين رجع كف عادي، ومثل ما نكون شايفين وبكفي. نعم. بعد ذلك تحدث علي عثمان عن الفرق الصحفية التي دخلت إلى بابا عمرو ولخالد أبو صلاح دور في إدخالهم. طبعا من دخل تسللا، طبعا لا نقصد من دخل بشكل نظامي عبر تراخيص يعني من قبل وزارة الإعلام السورية. 13 فريقا صحفيا كما قال التقرير. اسمح لي أن أعيد يعني المعلومات هامة جدا. كل فريق يضم يعني تقريبا شخص أو شخصين أو 3 أشخاص، مصور أو مترجم والصحفي. في بابا عمرو وحدها 13 فريقا. طبعا قدموا تهريب عن طريق الأنفاق. وفي نفق كاد يوصل لمنطقة جوبر، هذا النفق طوله حوالي 2 مايل، يعني بما يعادل تقريبا 3 كيلومتر. نعم. وتابعنا في إحدى الصور، هذه الصورة حقيقية للنفق، نفق الزرقاء. نعم. هذا كان فيه داخل يوميتها بول
بول كونروي هو اللي كان داخل بقلب النفق، هو اللي مصور خط المسير اللي كان ماشي فيه. إذن هذه الصورة من حقيقية، وهذا صورة النفق ارتفاعه تقريبا 5 أقدام من الحدود اللبنانية حتى بابا عمرو، من الحدود اللبنانية إلى منطقة جوبر في جانب بابا عمرو. طبعا هو نفق مظلم، والإضاءة الخضراء التي تابعناها هي أشعة الإنفراريد بالضبط. نعم. اللي تكشف لهم. لتكشف نعم. ناصر، تحدث أبو جاسم يهربهم من لبنان وناصر يستلمهم من هؤلاء. هناك شخص اسمه على ما أعتقد وسام، أو يعني ينتمون إلى المكتب؟ لا، مرتبطين مع المكتب. كان في لهم جماعة في لبنان، هي الجماعة كانت ترتب. هلا البعض منهم كان يدخل بشكل نظامي إلى سوريا مثل الفريق السيادين، هو في واقع الأمر دخل نظامي، لكن بالمقابل أيضا التف وراح دخل بطريقة غير شرعية دون التنسيق ودون تأمين أي حماية له، وادعوا بأن الحكومة ما وافقت له. وبعدين تبين، احنا أظهرنا بالصور وبالأدلة انه هن فعلا مراجعين وزارة الإعلام واخذين موافقة، وحصلوا على موافقة انه بده يصوروا داخل دمشق وريف دمشق، وما كان عندهم مانع. والمفترض على اي صحفي لما بده يجي لاي بلد يعلم اين يريد ان يصور. ليش؟ حتى اذا صار شيء معه الدولة تكون على اطلاع وتقدر تحميه. اما لما انت بتجي وبتطلع من سوريا وبتروح الى لبنان وبترجع بتدخلي عبر نفق وتفوت الى بابا عمر وبتجي بتقول والله الحكومة السورية مو موافقة، هذا اسمه كذب ودجل مع احترامي له. وCNN أنا تفاجأت يعني لما كان المذيع عم بيقول نحن حاولنا أن ندخل إلى سوريا ولكن لم يؤذن لنا ولم يسمح لنا. ولكن للأسف هو كان ينقل مباشر من بابا عمر. صحيح. وكانوا هم وعرضنا طبعا يومها يعني حين دخلوا. صحيح. عرضنا يوم كنا على الهواء مباشرة. بعد ذلك قال علي عثمان أستاذ رفيق نجهز لهم البرنامج، نشوف طلبون. يعني ما معنى ذلك؟ يعني هل هم كانوا يكذبون على الفرق الصحفية التي دخلت؟ يعني لم تكن تعلم هذه الفرق الصحفية بأن هؤلاء أعضاء المكتب؟ يعني ماذا يعني نجهز لهم برنامج؟ المشفى الميداني، مقابلة مع الجيش الحر، الوضع ما هذا هو الإنصاف. يعني بتعرفي هو كل ما بده يجي إعلامي أكيد بده يجول بعدة محطات. نعم. أهم شيء بالنسبة له يشوف الجرحى مثلا، يزور العصابات المسلحة مثلا اللي معهم الأسلحة. نعم. وياخذ صور من أرض الواقع ويزور بعض الأهالي في بيوتهم، كانت معظم، أو يصور بعض الأسواق وبعض المناطق وشو صاير فيها. هلا هن أكيد بلا شك لما بده يجي شخصية أجنبية ما راح يجوا يتفقوا معهم على فبركة معينة، لا، لكن هن كانوا يفبركوا بحضور هاي الجماعات، وهن على بساطتهم او على جهلهم، خليني اقول، ما بقول على بساطتهم لانه الانسان حتى البسيط لا يفعل هذا الفعل، على غبائهم وجهلهم. نعم. كانوا يفبركوا امامهم، وكانوا كثير من الصحفيين يلتفتوا الى هذا الامر. حتى انا راجعت كثير من ينتبهون بلا شك. الصحفي ما غبي، بيقدر يميز لما عم بيسمع صوت تفجير، عم بيشوف، يعني هذا الشيء مو صعب عليه انه يميزه انه هل الجيش عم بيقصف ام هن عم بيمثلوا. فالبعض منهم نقل هذه الحقيقة. يعني أنا رجعت إلى تقارير وشفت في بعض منهم ناقل هذه الحقيقة. حتى قضية إحراق الدواليب نقلتها إحدى القنوات على الشانل 4، وكشفوا أنه هذول الجماعة بصراحة كانوا يصوروا دواليب محترقة ويضعوها خلفهم ويفعلوا كذا ويفعلوا كذا، حكوا هذا الأمر بكل واقعية. والبعض الآخر أيضا ذكر أن هناك من يطلق رصاص في الجو، لكن البعض الآخر أيضا كان يشوف ويحرف، يعمل حاله بطل. يعني قناة CNN مثلا الفريق تبعها كان عارف كل الفبركات، لأنه الفبركات اللي دخلت فيها CNN وهو بيذكر في الأيام القادمة حول موضوع الحرق الأنابيب. قناة CNN كانت شايفة بعينها الفبركات وكانت مطلعة على كل كبيرة وصغير، لكن ما نقلت شيء من الحقيقة. واتهموا، بدأوا يحكوا عن سمعنا صوت انفجارات وقصف مشان وصلوا الصورة للمشاهد على أن هناك 200 جثة قتيل و500 جريح وقصف طول الليل، وكانت كل هذه أكاذيب بأكاذيب، وهم يعلمون تماما أنه هذه أكاذيب، سواء اليوم الأول أو اليوم الثاني اللي تكشفت لهم فيه الأمور، ولكن لم يصححوا ولم يصلحوا. يعني مجرد استقبالهم لمثل هذه الفرق الصحفية وتأمين السكن لهم كما قال مبيتهم داخل المكتب الإعلامي. في المكتب الإعلامي بياخذوا عليهم مصاري، يعني كل واحد بيدخل فريق يعني يكون من أجل أن يروهم يعني الصورة التي يريدون. ينقلوا الصورة المشوهة إلى الغرب وإلى العالم،
وبالمقابل في تحصيل مادي من الموضوع. يعني المكتب اللي موجود في لبنان بيكون متفق معهم ومنسق معهم على السعر والمبلغ وقديش بدهم يقبضوا. وكان علي عثمان هو بنفسه حتى يطلع يجيبهم السياره، يركبهم بالسياره ويدخلهم الى بابا عمر، وكان هو المسؤول. انا عندي حتى صور له هو وعم يعني مو من جهازه ولا من جهازي، من التقارير شفته بالتقارير كان راكب مع بعض الصحفيين وهو عم بيعمل لهم جوله داخل بابا عمر. بالضبط. نعم، وكلها طبعا مدروسه، يعني الذهاب الى مناطق معينه كما قال، اجتماع مع العائلات المتضرره والمظاهرات وما الى ذلك. لا طبعا شوفي العوائل المتضرره، يعني المراه اللي كانت قاعده مع الطفله نغم، انا تفاجات باني ما شاء الله شفتها باكثر من قناه، مره مع نغم، مره مع واحده ثانيه، مره ما بعرف مع مين حاطينها قدام واحد رجل، وكل مره بتحكي قصه. طيب يعني ما اختلفنا يعني انتم عم تجيبوا هاي المراه حطيتوها مره انه امها لنغم، وهي ما لها امها لنغم اصلا ولا لها علاقه بنغم، واخذتوها. حتى هذه مفبركه يعني. طبعا كله كان مفبرك، كانوا يجيبوا شخصيات ويدوروا فيهم. نعم. مثل ما شفتي هدول تبعات اللي استطلاع الراي. نعم. اللي شاطر كثير ماشي وعم يشطح من بعيد وعم يستنى الكاميرا، مبين عليه يعني انه نعم انه شغله مهيئه. ونفس الشيء كانوا يجيبوا نساء معينين ويقولوا لهم انه احكوا انتم مظلوميه معينه، اندبوا، في منهم بعضهم منهم يندبوا، بعضهم منهم يبكوا، بعضهم منهم يسبوا على الحكومه وعلى الدوله وعلى قياده هي الدوله، وهذه تنتقل الى الخارج وفعلا تبين انه في مظلوميه كبيره داخل سوريا تحصل عليهم. طبعا عدد التقرير الفرق التي دخلت، فريق البي بي سي، فريق سكاي نيوز، فريق فرنسي تابع لإحدى قنوات التلفزة الفرنسية ترأسه صحفية مانويل ومعها مترجمة صوفيا. طبعا خرجت صوفيا ثم عادت كصحفية. لصوفيا حكاية سنؤجلها قليلا لختام هذه الحلقة، حيث تحدث عن الإيرانيين المحتجزين. أيضا فريق إسباني كما قلنا، وعمل داني الصهيوني معه كمترجم. الصورة التي تابعناها لمونيكا، مونيكا وهي الصحفية التي تعمل في الفريق الإسباني. مونيكا كانت مع علي عثمان، يعني هم يتمشون كانوا في جولة هن. نعم. وعم بيدوروا فيهم بنفس بابا عمر. نعم. فكان في شارع بدهم يقطعوه. نعم. هلا طبعا التسجيل هذا طويل، يعني انا اخذت منه فقط هذا المقطع. كان كل واحد بده يمرق، كل ما يمرق بيقوصوا انه في قناص عم بيضرب، بيرقد بتلاقيه عم يضحك وما انه خايف. فهن مشان هي تطلع صوفيا قدام القناه تبعها انه هي خاضت غمار المعارك وفاتت بين الرصاص، فرقد هو وياها ماسك ايدها وراقد هو وياها، وطلعي على وجهه، انا بطأت الصوره شلون كان عم بيضحك. ليش؟ ولكن هي لم تكن تعلم، يعني صوت الرصاص كان مفتعلا. تعلم لسبب، لانه هي كانت موجوده ايضا لما طلعنا في الحلقه الماضيه في حي الحاكوره. القصف اللي كان بالاربج كانت موجوده هنيك واخذه لقطه من هذيك المنطقه، فهي كانت شايفه المسلحين بعينها. نعم. لذلك هي اخذت هي اللقطه على انه هي كانت عم تحاول تقطع من مكان الى مكان، ولكن القصف جعلها تخاف وتلف وترجع، بينما هو كان عم يضحك ويبتسم لانه هو عارف مثل ما بيقولوا وطابخ الطبخه معهم. هلا انا ما بدي اظلمها لاني انا لا اعلم الغيب. نعم. انا بتصوري وهذا رايي وليس بالضروره ان يكون صحيح انها تعلم، لانه صوت اطلاق الرصاص واضح انه قريب ومن جنبهم. نعم. ولكن ممكن ايضا انه يكون اطلاق الرصاص بالتنسيق ما بينهم وبدون علمها، وان كنت انا هذا استبعده. نعم. ايضا فريق صحفي مؤلف من امريكي واخر يرجح انه الماني دخلا بشكل نظامي عن طريق مطار دمشق الدولي منتحلين صفه اطباء كما افاد التقرير. الفريق الصحفي الاخر الذي يتالف من الصحفيه الامريكيه ماري كيلفن، وقتلت مع المصور المرافق لها ريمي أوشليك. طبعا في اليوم التالي بعد تسللهما، دخلا تسللا إلى بابا عمر وقتلا في اليوم التالي. طبعا مقتل للعلم قضية نعم. مقتل ماري كولفين، قضية مقتل ماري في غامضة، وهناك من حاول أن يتستر عليها على قضية مقتلها، وأنا أتعجب كيف أنه المفترض أنه السفير الفرنسي بما أنه هي تعمل لصالح جهة فرنسية وإن كانت هي أمريكية. نعم. يعني حتى تشريح الجثة والتحقيق وكذا هذا كله ما اهتموا فيه.
كان فقط بدهم ياخذوا الجثه ويرجعوها. وللعلم ماري كيلفن لما كانت في بابا عمر، لما نقلت الى مشفى الاسد الجامعي كانت عينها مفقوعه، الثانيه غير عين الاولانيه، شفتي العين عندها عين مضروبه، نعم، مغطاة بعصابه سوداء. بالضبط. نعم. العين الثانيه كمان كانت مفقوعه، في مين فقأ لياها بسكين او بشيء لما راحت الى مشفى الاسد الجامعي. نعم. وسلمت فيما بعد الى السفاره البولونيه، وبدورها السفاره البولونيه سلمتها الى السفاره الامريكيه. هذه نقطه. النقطه الثانيه انه ماري كيلفن كان في شظيه في رقبتها جايه. نعم. يعني بالاضافه لاقتلاع عينها، غير اقتلاع عينها كان في شظيه داخله برقبتها. والمكتب لما تم تفجيره، نعم، لانه انا اعتقد انه تم تفجيره بعمد، احتمال كبير ان ماري كشفت شيء او اكتشفت شيء معين فارادوا التخلص منها، لذلك هن قتلوها بهذه الطريقه وتم تفجير المكتب. هذا رايي برجع بقول، وليس بالضروره ان الزم به احد، ولكن طريقه مقتل ماري كانت غامضه. وطي الملف من قبل الدول التي ارسلتهم، وخاصه فرنسا. يشي بشيء. صار في انتقاد لاذع لساركوزي في فرنسا. نعم. انه لماذا هذا السكوت ولماذا، هناك من اتهم ان فرنسا تعلم ان جماعه ما يسمى بالجيش الحر هم الذين قتلوها، وهناك من يقول انه فعلا فرنسا لديها هذه الادله ان الجيش الحر هو الذي قتلها، ولكن ارادت التستر لان هذا ليس في صالح مشروعها في سوريا. نعم. نعود إلى الفرق الصحفية التي دخلت. طبعا فريق CNN، صحفي إسباني أيضا دخل وأصيب في حادثة الصحفية ماري كيلفن، ولكن خرج عن طريق لبنان. نعم، خرج عن طريق لبنان. أيضا فريق CNN، وهو فريق سيكون لنا هذا أكيد. فريق CNN راح يكون في حلقة خاصة عن قضية إحراق الأنابيب وما جرى في، نعم، في الخامس عشر من صوفيا شباط تحديدا. نعم. صوفيا كان لها موقف في قضية الإيرانيين. نعم. انتقلنا بعد ذلك في الحوار مع علي عثمان إلى قضية الإيرانيين. هناك طبعا صحفيتان فرنسيتان تواجدتا يوم خطف الإيرانيين في بابا عمرو. تحدث علي عثمان عن صوفيا. بداية اتصل به عمار البقاعي، وأكمل لنا أنت القصة أستاذ رفيق. هلا عمار البقاعي هو اللي جاب هي الجماعة، وكان عبد الرزاق أطلاس الفار، عبد الرزاق أطلاس كان هو واجهة ليس إلا. نعم. يعني هو ما له علاقة باختطافهم، هو كان مثل ما بيقولوا حطوه واجهة اسم، لأنه هو كان عبارة عن فقاعة أكثر من فعل. عمار لا المسمى بعبد الرزاق أطلاس. نعم. حطوه واجهة، ولكن هو ليس له علاقة. كان في جماعة اللي هي جماعة عمار البقاعي، واللي نسبوها إلى جماعة سموه جيش الفاروق، لأنه نعم. كمان كان لهم طرف بالعملية. نعم. جابوا الإيرانيين ووضعوهم في بيت عمار البقاعي في بابا عمر. نعم. واتصلوا بعلي عثمان، قالوا تعال نحن عنا صيد ثمين إلك. نعم. هلا هو اجى مستعجل بيشوف شو هذا الصيد الثمين. نعم. فقالوا له في قناصين إيرانيين من جماعة الحرس الثوري كبشناهم في بابا عمر. نعم. هلا لنفترض جدلا، شوفي انت الكذب شلون، الكذب يعرف من المتن. هن 7 أشخاص إيرانيين. الإيرانيين. نعم. يعني هدول الأشخاص إذا كانوا قناصين المفروض على أسطح الأبنية، صحيح؟ نعم. طيب ممكن تمسك واحد، ممكن تمسك 2، بس تجيبهم كلياتهم بنفس اللحظة، هذا أمر مستحيل. نعم. وغير قابل للتصديق. لكن مع هذا خلينا نمشي مع الكذبة معهم. نعم. هن اجوا وجابوهم وقالوا هدول قناصة. أول من جابوا خالد أبو صلاح. نعم. ومعه علي عثمان، وجابوا صوفيا. هن تفاجئوا انه كانت صوفيا حتى سابقتهم. وجابوا الايرانيين ودخلوهم، اذا بتشوفي شلون لما دخلوهم شلون مكتفينهم. منين انت؟ وهو يرد ايراني جمهوري اسلامي. يقول له هيك شو بتشتغل؟ عم هداك ذكي. قال له انا بشتغل بالجندر، بمحطة الجندر. نعم. محطة توليد كهرباء. نعم. اذا بتلاحظي وش عبد الرزاق أطلاس عمل دغري هيك نقز انه هي الصحفية الأجنبية الموجودة شافت هذا المشهد، وهذا مو بصالحنا، لأنه نحن بدنا ننقل الصورة على أنهم قناصة، وهو قال بأنه موظف في هذه المحطة على أساس هدول قناصين. نعم. فلذلك انزعج من الموقف.
كمان سجل هذا الشيء علي عثمان. لكن اللي صار شو؟ انه اول شيء راحوا بعد ما طلعوا، وهذا الكلام طبعا نقلا عن علي عثمان، بعد ما طلعوا قال لهم عمار البقاعي شو في عندكم تسجيل صار بهذا اليوم بدكم تشطبوه وتفرمتوه مباشره تمسحوه. ليش؟ معليش مو شغلكم، هذا الشيء ما بيهمكم، بدكم تمسحوه، واجبرهم على مسحه وذكر هو هذا الكلام. ولكن بالمقابل اتفقوا على ان يسرقوا الهارد اللي سجلت عليه صوفيا. ليش؟ لانه فيه الدليل نعم. اللي بيأكد انه هدول الجماعه اصلا ما لهم علاقه لا بالحرس الثوري نعم. ليسوا عساكر اصلا، انما هن موظفين. يعني هم اتوا بصوفيا من اجل ان يعملوا تصنع الفبركة. تقريرا، بالضبط. ولكن فوجئوا حين فوجئوا اجابهم بردة هذا الفعل. الايراني. نعم. وفعلا قال لي علي عثمان انه نحن سرقنا من صوفيا الهارد، وتم فرمتة الهارد، مسحوه. وانا طبعا بصراحه ما اهتميت لهذه المعلومه بوقتها. نعم. فكنت عم ببحث في ملفات الصحفيين، واذ بتفاجأ انه بتقرير صوفيا طالع الموظفين الايرانيين وعم بيحكوا انه نحن موظفين في محطه الجندر. هون قدرت اربط بين كلام علي عثمان اللي قال لي اياه انه طلب منا فرمتة الهارد تبع صوفيا حتى لا يتم في شيء وتعطوه اياه فاضي مشان يمسحوا هذا الدليل حول الايرانيين. يعني ولهذا طلب منهم ان لا يبثوا اي شيء. بالضبط، ما بدهم يطلعوا هذا الشيء انه هذا ضدهم، هن عم بيقولوا احنا موظفين بالجندر، ما لنا علاقه لا بجيش ولا غير جيش. نعم. هون صوفيا طلعت اذكى منهم، كان عندها نسخه ثانيه. يعني لكن سرقوا صوفيا الهارد ولكن استعملت النسخه. بالضبط، لكن صوفيا بتعرفي عندها وقت لبين ما تطلع من بابا عمر، لبين ما تصل لبلدها، لبين ما تسوي تقريرها بدها وقت. نعم. هون صار في صفقه عن طريق ابو الحسن وحمزه الشمالي اللي هو عضو مجلس اسطنبول. نعم. اجوا من تركيا مباشره ودخلوا الى بابا عمر. طبعا ابو الحسن صاحب هذا الموقع، موقع الشام. نعم. اللي تحدث عنه علي عثمان. اجوا هذول الاثنين وتم بيناتهم صفقه، لانه بتعرف في هيك قضيه بهذا المستوى قناصين ايرانيين، حرس ثوري ايراني. نعم. الجزيره هذا خبر دسم. نعم. وهذا بيشعل فتنه كبيره في سوريا. نعم. وهيك الشعب السوري بيقول شوفوا الايرانيين عم يتدخلوا ببلدنا. نعم. فحتدفع عليه مبلغ مرتب. نعم. فلذلك قالوا لي ابو صلاح انت عود مع جناب وما لك شغل ونحن حنستلم الموضوع. استلموا الموضوع واخذوا ونقلوه على قناه الجزيره على انهم جماعه من الحرس الثوري الايراني يقنصون في سوريا. لكن بعد ايام طلع تقرير صوفيا، وللاسف لم يسلط الضوء عليه. طبعا ظهر تقريرها على المحطه التي على تعمل محطتها هي اللي نعم. تشتغل محطة فيها فرنسيه. لكن انا بالصدفه وانا عم راجع اسماء كل الصحفيين اللي دخلوا، انا نعم. بدي اقرا عن صحفي بدي اعرف شو حكى. نعم. وشو سوى بتقريره. فرجعت راجعت كل التقارير طلعتهم، فبتفاجأ انه اول تصوير للايرانيين تكشف الحقيقه من اولها. ولاحظت انه عبد الرزاق اطلاس كان منزعج انه يعني تحدثت صوفيا الحقيقه، صدقت قالت صوفيا الحقيقه ونقلت في الحقيقه تقريرها بانهم موظفين في شركه الجندر لمحطه الطاقه الكهربائيه في حمص. لكن قناه الجزيره عرضت عكس ذلك تماما. الان السؤال لقناه الجزيره، نعم، هل ما فعلته قناه الجزيره بحق الشعب الايراني وبحق الشعب السوري شو كان الغايه منه؟ أليس الغايه هو رمي فتنه ما بين الشعب السوري والشعب الايراني؟ نعم. أليس الغايه من انه هذا العمل هو الاساءه للشعب الايراني والمواطن الايراني؟ والان تم فك اثنين. حمزه الشمالي منين اجى؟ اجى من تركيا. نعم. وحسب ما يقول علي عثمان بانه تم اخراج الجماعه الى تركيا، وتركيا الان سلمت الاثنين. يعني الان اي شيء يحصل على باقي الايرانيين، وانا اتكلم عن نفسي الخمسه هذا رايي، اي شيء يحصل على الايرانيين، اي ايراني يتاذى، فانا اقول اردوغان يتحمل المسؤوليه كامله. هو من يتحمل المسؤوليه، لان الذين جاءوا من تركيا الى سوريا جاءوا من تركيا وهم الذين اخذوا الايرانيين واختفوا الايرانيين من يومنا. تمت عمليه مبادله يعني؟ تم عمليه مبادله. نعم. 2 ب2. نعم. سلموهم 2 صحفيين اتراك. نعم. لانه يعني هي كمان ما بدها من نيه، يعني انه ما لكم من نيه يا اردوغان افندي، انت صح جبت الاثنين اللي انت اخذتهم ظلما وزورا وبهتانا، ولكن بالمقابل خذ هي 2 بالمقابل من نيتك على حالك انت وجماعتك.
لكن أنا برجع بأكد أي شيء يحصل على الإيرانيين فأردوغان يتحمل المسؤولية كاملة. نعلق على النقطة الأخيرة قبل أن نذهب إلى ماذا سنتابع في الحلقة القادمة. فكرة هلأ من ولعة وشغلناهم، شايف يعني هم كانوا يقومون بإطلاق النار وبالقصف حين تهدأ المدينة. ماذا قصد حين قال شغلناهم؟ شايف عن من كان يتحدث؟ هلا تعرفي انت انه وقت بيطلعوا بالليل مشان يصوروا او حتى في النهار، نعم، احيانا بيكون ما في شيء، الامور هاديه والوضع مستتب، فهن شو بدهم يسووا بهالحاله حتى يولعوها؟ لازم يطلقوا اطلاق رصاص عشوائي. وانا كثير كانت تجيني اتصالات من حمص من ناس والله يسمعون عم يبكوا، نعم، يقولوا الرصاص عم بيجي على ابنيتنا، قذائف عم تجي منين؟ يقول لي ما بعرف اي جهه، ما بنعرف. لما شفت التسجيلات تفاجأت انه هن الحلقه الماضيه عرضنا هذا اللي بيقول له يلا وقف 1 2 3 وبلش يريش ليفضي مشطه كامل، نعم، وشفنا هدول القذائف اللي بيطلقوهم على مره هيك مره هيك مره هيك، بيرشوا بشكل عشوائي. اول شيء بيكونوا خلوا المواطن في حمص يعتقد بانه الدوله هي عم تستهدفه، صحيح. والشيء الثاني بيقول لك بده يصير في رده فعل، الجيش ما راح يوقف ثابت، فبده يصير في اطلاق رصاص مقابل، نعم، للرد على مصدر اطلاق الرصاص. فهون نحن شو بيكون صار في عنا؟ بيكون صار في عنا جو حامي، فينا نصور ونقلها للجزيره وغيرها تفضلوا هي في حرب داخل حمص، وهو في واقع الامر كان هادئ، نعم، انما هم فقط اشعلوها لا اكثر ولا اقل. نعم. في الدقيقتين المتبقيتين سنتابع ما سيكون لدينا في الحلقة القادمة من سلسلة خفايا بابا عمرو. الجيش الحر كان يتوزع لعدة مجموعات، والمجموعات هاي كانت تقودها أشخاص مدنيين. محنة قومي بشيء مشان الله يا ماما، قومي بشيء. نحن ما هيك عاداتنا ولا هيك تقاليدنا انه نضرب الناس. طيب يعني اذا كان فرضا موالي النظام، يعني انتم شعاركم حريه وديمقراطيه. لا حدا يقطع الشوارع الطوليه. فوت هيك وخالد فوت. لا الجيش الحر انت من اهل الحكومه. خلص شوفوا الشعب اذا ما عليه شيء بالفعل تركوه، ما في داعي تضربوه او اي شيء، خلص يعني انت عم تضربوا بركي ما طلع عليه شيء، شو بدك تقولوا للشعب؟ إذا ماذا سيكون لدينا في الحلقة القادمة أستاذ رفيق؟ طبعا الحلقة القادمة إن شاء الله رح نبلش بما يسمى بميليشيات الجيش الحر. نعم. تفصيلاتهم، بعض المعلومات عنهم. وإن شاء الله يعني في تفاصيل. وسنتابع يوم السبت بعض المحطات التي ستنتقدنا. ستعقب على هذه، يعني أنا تفاجأت البارحة أول البارحة على ما أذكر، كنت عم شوف على قناة الجزيرة، نعم، الحوار الطرشان مثل ما يسموه، تجاه المعاكس، وأنا بوجه له تحية للأخ العزيز معد، يعني هو كان موفق تماما في مقاله، ولكن برجع بقول الحالة الهستيرية اللي وصلت لها قناة الجزيرة أصبحت مفضوحة بشكل كبير. نعم. يعني امبارحة ضل ينط ويقعد يقول فيصل القاسم أنا إعلامي أنا إعلامي أنا إعلامي. أنا لا أعتقد أنه فيصل القاسم أصبح إعلامي، أصبح يعني يتعامل بشكل إرهابي لا بشكل إعلامي. الإنسان الإعلامي دائما بيكون إنسان ينقل الحقيقة، لا يزيف لا يزور. ونحن الآن في هذا الزمن مع الأسف من هوان الدنيا علينا أن يأتي شخص كحمد وأن يأتي شخص كفيصل ليعلم السوريين الديمقراطية. شوفي إلى أي مستوى وإلى أي دناوة وصل الحال بنا. سمعت كلمة قالها في فيصل القاسم انه انتم عم تحكوا على حمد هذا الحكي، سابقا شو كنتوا تقولوا عليه بالتلفزيون السوري؟ هذا سؤال سخيف. هم يعلمون تماما انه ابليس كان طاووس الملائكة، صحيح؟ نعم. لكن بعدين شو صار بما هو عليه الآن. نعم. طب هل رب العالمين هو يعلم الغيب او لا يعلم الغيب؟ طبعا. اذا كان فصار، ونحن هكذا نتعامل مع الناس. نعم. كل انسان بعمله ونعامله. إذا كان حمد في يوم من الأيام
لابس قناع وواضع قناع على وجهه، فكنا نعامله بهذا القناع، نحن لنا الظاهر. ولكن الآن إذا كشف إبليس عن وجهه فهو إبليس بالنسبة لنا لا أكثر ولا أقل. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ رفيق لطف. طبعا لقاؤنا يتجدد في خفايا جديدة عن بابا عمرو مساء الاثنين القادم بإذن الله في تمام 10:00، وحتى ذلك الحين أنا أشكرك جزيل الشكر الإعلامي الباحث والإعلامي السوري الأستاذ رفيق لطف. أهلا ومرحبا بك دائما، والشكر الأكبر لكم أنتم مشاهدينا الكرام. لقاؤنا إذن يتجدد مساء الاثنين القادم، فلا تذهبوا بعيدا. إلى اللقاء.